أصدقائي إخواتي في الله طلاب الفرقة التانية عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أستاذ حسن أشرف إن شاء الله في محاضرة جديدة من محاضراتنا لمادة الخطر والتأمين. اتكلمنا قبل كده يا أصدقائي في الله عن الفصل الأول والفصل الثاني ودرسناهم مع بعض بالتفصيل، وخدنا الفصل الثالث بالتفصيل. النهاردة هنتكلم في محاضرة مهمة جدا جدا، وهي بتتكلم عن الفصل السادس والفصل الرابع. طبعا الفصلين دول فصلين سهلين ولذاذ جدا جدا جدا. قبل اي حاجة يا صديقي عاوزك كده تسمي الله وبسم الله ورقة وقلم، وزي ما احنا متعودين ان شاء الله في كل فيديو بنشرح المادة مقالي وبنشرحها بابل شيت. لو انا امتحاني مقالي بمتحن، لو انا امتحاني بابل شيت اذا انا برضو بفهم المادة اكتر. تعالى بقى نسمي الله كده. النهاردة بنتكلم مع بعضينا عن الفصل السادس. نبدأ بالفصل السادس. الخامس طبعا ملغى عندك. بنبتدي في الفصل السادس وهو بعنوان اسمه التأمين. بيتكلم معايا عن ايه؟ عن حاجة اسمها التأمين. يعني ايه يا صديقي التأمين ده؟ عاوز اعرف ايه هو مفهوم التأمين. قال لي والله التأمين ده لو انا عاوز ادرسه بقول هو نظام تعاوني. نظام ايه؟ تعاوني بين مجموعة من الاشخاص هدفنا الاول والاخير اللي احنا نواجه الخطر. يبقى تاني انا بتكلم عن فصل اسمه الفصل السادس بعنوان اسمه ايه؟ اسمه التأمين. والله لما باجي بتكلم عن التأمين بقول هو نظام تعاوني. نظام ايه؟ تعاوني بين مجموعة كبيرة من الافراد هدفنا الاول والاخير اللي احنا نتخلص من الخطر او اللي احنا نواجه الخطر. يبقى لما يجي لي سؤال في الامتحان يا صديقي في الله ويقول لي يعني ايه هو التأمين، اقول له هو نظام تعاوني. هو نظام تعاوني بين شخص واحد، لا ده احنا بنتعاون يعني مجموعة كبيرة من الافراد. هدفنا الاول والاخير ايه؟ هدفنا واحد اللي احنا نواجه الخطر. يبقى اول حاجة في الفصل عرفت يعني ايه تأمين. ايه هو؟ نظام تعاوني بين مجموعة من الاشخاص او الافراد لمواجهة الخطر. طب تاني حاجة في الدرس عاوز اعرف يعني ايه عقد التأمين. عقد، كلمة عقد يا صديقي هي وثيقة. لما بتيجي تروح تشتري بيت او تشتري عربية او تشتري اي حاجة وتكتب عقد ما الا هو وثيقة. يبقى لما اجي اعرف عقد التأمين وثيقة. وثيقة بين مين ومين؟ بين شركة التأمين والمؤمن له. انا كشخص لو رايح أأمن في شركة تأمين فبكتب عقد، بقول لي لو سمحت هو ايه هو العقد ده؟ بقول هو وثيقة. يبقى لما اجي اعرف العقد بقول ايه؟ بقول وثيقة. وثيقة بين كام طرف؟ بين طرفين. الطرف الاولاني هو شركة التأمين، والطرف الثاني طبعا زي ما احنا عارفين الشخص بنسميه في التأمين المؤمن له. يبقى لما اجي اعرف عقد التأمين يا صديقي بقول ايه هو وثيقة للتأمين بين طرفين، بين شركة التأمين وايه تاني؟ والمؤمن له. بنتفق على كل حاجة في العقد. لو انا النهارده رايح أأمن فبكتب معاك العقد، بشوف بتفق على كل حاجة. هل انا هدفع كام القسط؟ هل شركة التأمين لا قدر الله حصل حاجة تعرف تغطي لي الخطر ولا لا؟ بخدت كام حاجة لغاية دلوقتي؟ 2. الفصل السادس بعنوان اسمه التأمين. يعني ايه هو التأمين؟ قلنا هو نظام تعاوني بين فرد، قول لي لا ده بين مجموعة من الافراد هدفها الاول والاخير مواجهة ايه؟ مواجهة الخطر. تاني حاجة في الفصل يعني ايه هو عقد التأمين؟ قلنا كلمة عقد يعني وثيقة. وثيقة بين مين ومين؟ بين شركة التأمين وبين المؤمن له، بنتفق فيها على كل حاجة. في مشكلة يا أصدقائي في اللي أنا بقوله؟ مفيش أي مشكلة. طب هي مراحل التأمين دي بتمر بكم مرحلة؟ تعال نشوف. قال لي مرحلة التأمين، قال لي مرحلة التعاقد عن التأمين والله بتمر بأربع مراحل. بتمر بكم مرحلة؟ 4. المرحلة الأولى بنسميها اسمها مرحلة التفاوض. إيه؟ معلش قول لي كده تاني. المرحلة الأولى هي مرحلة التفاوض. يعني إيه كلمة تفاوض بالبلدي؟ تفاوض يا صديقي يعني خد وهات، بنعرف نتفاوض. بشوف هو أنت عندك إيه تقدمهولي وأنا عندك إيه هدفعه، صح؟ يبقى لما أجي أعرف التفاوض بقول يتم التفاوض بين طرفين.
المؤمن له سواء بشكل مباشر او شكل غير مباشر عن طريق السمسرة. يعني ايه مش فاهم؟ احنا النهارده رحت شركة تأمين، والله انا ممكن من نفسي اروح اقدم على تأمين لنفسي من غير ما حد يقول لي. حلو. في واحد تاني ما عندوش المعلومة بتاعت التأمين، ايه اللي بيحصل؟ يعرف شركة التأمين ازاي؟ قال لي عن طريق السمسرة. ممكن تلاقي وانت قاعد كده في يوم من الايام تليفون بيرن عليك، صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك كذا 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 من شركة تأمين كذا. ايه رأيك تأمن معانا؟ لو انت عجبك الفكرة وبتروح، رحت عن طريق شكل مباشر ولا شكل غير مباشر؟ قال لي ده انا رحت عن طريق مكالمة تليفون، يبقى اذا انا رحت بشكل غير مباشر. يبقى اول مرحلة من مراحل التعاقد في التأمين، اول مرحلة ايه هي؟ مرحلة التفاوض. بتفاوض بين شركة التأمين وشركة والمؤمن له، سواء بشكل مباشر انا رحت او بشكل غير مباشر عن طريق حد كلمني في التليفون او حد قال لي عن المعلومة بنسميها السمسرة. طب رحت وعجبني الحوار والدنيا كلام جميل ولقيت ان الكلام لذيذ لذيذ لذيذ. تاني مرحلة ايه اللي بيحصل؟ قال لي تاني مرحلة هي مرحلة المعاينة. قال لي ايه؟ تاني مرحلة هي مرحلة المعاينة. يعني ايه مرحلة المعاينة يا صديقي؟ شركة التأمين هي شركة ناصحة، بتقول لك خلاص انت جيت واحنا اتفاوضنا واتفقنا على كل حاجة، بتروح كاتبه لك العقد تقول لك لا اصبر اتقل عليا. لو انا شخص فهي بتسأل عني، بتقول لي هو انت كان عندك امراض مزمنة؟ هل انت عندك مرض قبل كده؟ سنك كام سنة؟ ما ده كله بيفرق في التأمين. ما اكيد انت مش هتجيب واحد عنده 60 سنة تأمن عليه زي واحد عنده 20 سنة. انا كشركة تأمين هستفاد من انهي مدة اطول؟ ابو 20 صح، هيفضل معايا يكمل للحياة. طبعا الاعمار بيد الله، بس طبعا كشركة تأمين كوجهة نظر ليها على الورق ان ابو 20 سنة ده هيقدر يكمل معايا وراجل شاب مش هيعاني من امراض، فاذا انا هستفاد منه ماليا وفيما بعد هعرف استثمر فلوسه. عكس واحد عنده 70 سنة مش هقدر ان انا امن عليه، درجة الخطورة بتاعته يكون عالية. طب دي من حيث الاشخاص. طب لو هي هتأمن لك على ممتلكات، بتشوف الممتلكات بتاعتك دي هل هي في مكان بتتعرض ليه للخطر ولا مكان آمن؟ يبقى تاني مرحلة يا صديقي هي مرحلة الاستلام والمعاينة. بص قال لك ايه؟ قال لي تقوم شركة التأمين بالاستعلام ومعاينة. معاينة ايه؟ بتقول لي بتعاين كل حاجة سواء كان اشخاص او ممتلكات. يبقى انا شركة التأمين بتعاين كل حاجة سواء كانت اشخاص او ممتلكات. يبقى خدت كم مرحلة؟ 2. ايه هما؟ مرحلة التفاوض، التانية مرحلة الاستعلام، بستعلم عنك. طب لو انا النهاردة وقفت عندك وقلت لك الدنيا تمام وشغال 100 تالت مرحلة بنسميها ايه؟ هي مرحلة قسط التأمين. انا هدفع قد ايه تأمين في الشهر؟ هل انا هدفع مبلغ عالي ولا هدفع مبلغ واطي؟ بص قال لي ايه؟ تالت مرحلة هي مرحلة تحديد القسط. بحدد قسط التأمين، انا هدفع قد ايه؟ قلت لك لو انا راجل عندي 70 سنة مش هدفع زي واحد عنده 20 سنة، صح؟ يبقى انا بحدد وفقا لايه؟ وفقا لدرجة الخطورة. يبقى تالت مرحلة معايا وهي مرحلة قسط التأمين. بشوف انا هدفع قد ايه. شركة التأمين بتقول لك والله لو انت عندك 20 سنة مش هتدفع لي زي واحد عنده 70 سنة. كل واحد على حسب الخطورة بتاعته. طب رابع مرحلة، قال لي رابع بقى مرحلة انا بصدر لك الوثيقة بتاعت التأمين. خلاص بقى انا راجل هتعاقد معاك فهصدر لك وثيقة اسمها وثيقة التأمين. يبقى كده بنلخص اللي احنا خدناه في 4 حاجات. هي مراحل تعاقد التأمين بتمر بكم مرحلة؟ قول لي والله يا دكتور بتمر ب4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التفاوض، الثانية مرحلة الاستعلام، الثالثة قسط التأمين، الرابعة استلام الوثيقة. في مشكلة في اللي احنا بنقوله؟ مفيش أي مشكلة، كلام لذيذ وسهل ولذيذ. تعالى بعد كده نخش على حاجة جديدة وهي هيئات منشأة التأمين. منشأة التأمين دي يا صديقي مهمة.
يبقى منشآت التأمين دي اكتب عندك مهمة اعرف اذاكرها واحدة واحدة. تعالى ندرسها مع بعض. عندي كام واحدة برضو؟ 4. اول واحدة عندي منشأة التأمين الذاتي، التانية منشأة التأمين التعاوني، او منشأة بنسميها منشأة التأمين التجاري، او منشأة التأمين مين؟ الحكومي. يبقى عندي كام واحدة يا صديقي؟ 4. ايه هما؟ منشأة التأمين الذاتي، او منشأة التأمين التعاوني، او منشأة التأمين التجاري، او منشأة التأمين الحكومي. طب ما تيجي يا دكتور ناخد واحدة واحدة ونفهم كده الدنيا فيها ايه؟ اقول لك تعالى. اول واحدة عندي ايه؟ منشأة التأمين الذاتي. يعني ايه كلمة ذاتي؟ قال لي دي هي عبارة عن صندوق. شركة التأمين بتعمل صندوق عندها. كل وحدة او كل مشروع فاتح حاجة وعاوز يأمن على نفسه بمبلغ بسيط بيجي يحط في الصندوق كل شهر قسط معين. ده بيجي وده بيجي وده بيجي وده بيجي وده بيجي. فإذا كده اتكون عندي حاجة اسمها منشأة التأمين الذاتي. تعال نعرفها. قال لي ايه هي؟ هي عبارة عن صندوق حلو تقوم المشروعات بأنواعها المختلفة بتوفير جزء من موارد المشروع في هذا مين؟ الصندوق. بتحط جزء من الموارد في الصندوق كل شهر او كل حسب المدة المتفق عليها. طب ليها كم شرط؟ قال لي ليها 3 شروط فنية، شروط مالية، شروط إدارية. كم شرط يا صديقي؟ 3. ايه هما؟ شرط فني، شرط مالي، شرط إداري. من كلمتها كده فني، يعني ايه فني؟ قال لي والله لازم أن تكون عندي بتتوافر عدد كبير من الوحدات. هو انا النهارده ما ينفعش اجيب عدد صغير من الوحده، فاذا مش هيجي لي فلوس وايرادات كتيره. لازم أن يكون عندي وحدات كتير كتير تيجي تحط في الصندوق. 2. قال لي ان الوحده المعرضه للخطر تكون منتشره جغرافيا، يعني بالمعنى البلدي ما يكونش كلهم في مكان واحد. ما لو حاجه يعني لا قدر الله حصل حريق في منطقه، فاذا هي هتاثر على اللي جنبيها. لو انا مأمن على 3 محلات جنب بعضيهم، واحد بس قام في حريق، فاذا ال3 يقوموا في حريق. قلت لك لازم أن يكون منتشره جغرافيا، مش كلهم في مكان واحد. طب الثالثه قال لي ان الخساره المحتمله لازم أن تكون في حدود اموال الصندوق. يعني بتقول لي ان انا دلوقتي انا عندي خساره، ما ينفعش ان انا النهارده خساره اقصى حاجه في الصندوق 100,000 جنيه اروح الاقي خساره جايه لي عليا ب 2-3 مليون جنيه. هو انا كده هينفع اسد؟ قال لي لا مش هينفع. يبقى الشروط الفنيه عندي كام حاجه؟ 3. احفظهم. احفظ ايه هما؟ توافر عدد كبير من وحدات. 2. قال لي ان تكون الوحدات منتشره جغرافيا. 3. ان الخساره دايما ما تتخطاش الصندوق. يبقى دي كلها تحت امور شروط ايه؟ فنيه. طب الشروط الماليه قال لي ايه؟ قال لي ان الاموال المخصصه للصندوق قلت لك بتغطي الخسائر مين؟ المتوقعه، ويتم استثمار اموال الصندوق. يعني انا النهارده يا صديقي الخساره بتاعتي قلت لك مش لازم تتخطى الصندوق عندي، انا مش هقدر ان انا اسدها. امال ايه تاني؟ قال لي ان الفلوس اللي بيجي لي كل فتره لازم ان انا استثمرها، عشان ما تفضلش السيوله عندي كتير، لا استثمرها وتجيب لي فلوس تانيه. طب الشروط الاداريه من كلمتها اداره، يعني توفر خبرات اداريين للتعامل مع الاخطار. انا النهارده بروح اجيب ناس عندها خبره في مجال التامين، ما اجيبش واحد على الله ان شاء الله ما يعرفش اصلا يعني ايه تامين واقعده في شركه تامين واقول له اتعامل، مش هيعرف. صح؟ لازم نجيب ناس عندها خبره. يبقى التامين الذاتي في كلمتين ايه هو؟ هو منشآت التامين الذاتي هي عباره عن صندوق كل مشروع بيحط جزء من الموارد بتاعته في الصندوق. كم حاجه؟ شروطه 3. شروط فنيه، شروط ماليه، شروط اداريه. الشروط الاداريه عرفناها توافر خبرات وناس اداريين. الماليه لازم تكون حجم الخساره ما تتخطاش الصندوق. 2. اعرف استثمر فلوسي.
3 شروط فنية، لازم يكون عندي عدد كبير من الوحدات، ان الوحدات المعرضة للخطر ما تكونش كلها في منطقة واحدة، تكون منتشرة جغرافيا. واخيرا ان الخسارة ما تتخطاش الصندوق. اول واحدة عرفناها، وده كلام لذيذ وكلام سهل. قال لي لها مميزات ولها عيوب. مساوي دي يعني عيوب. حلو. هي مميزاتها كام حاجة؟ 4. بخفض الأخطار، بوفر إقساط التأمين، بستثمر الأموال، بتعويض الخسارة بمجرد تحقيقها. يبقى أنا مزايا التأمين الذاتي 4. إيه هما؟ بقدر إن أنا أخفض الأخطار اللي هي ممكن تقع على الإنسان. إن 2 بوفر إقساطي، دي بقدر إن أنا أستثمرها في شركات تانية. 3 بقدر إن أنا أعوض الخسارة بمجرد وقوع الحادث. طب عيوبها، قال لي صعوبة تكوين المنشآت الحديثة، من الممكن عدم توافر أموال في الصندوق كافية للتخطيط الخسائر. قلت لك لو أنا لا قدر الله حصل عندي مشكلة تفوق الصندوق بتاعتي، مش هقدر ان انا ادفع. في مشكلة. مميزات وعيوب التأمين الذاتي. تعالى بعد كده نخش على تاني واحدة، وهي منشأة التأمين التعاوني. منشأة ايه؟ منشأة التأمين التعاوني. قال لي منشأة تهدف للربح؟ قال لي لا. قال لي على الورق هي منشأة لا تهدف لتحقيق ربح معين. امال ايه يا عم الحاج؟ قال لي ده بيتبادلون الخدمات التأمينية، بنتبادل خدمات تأمينية وليس لها رأس مال. يجي لي في الامتحان ويقول لي ان المنشآت التعاونية اللي هي التبادلية، كلمة اسمها كلمة تبادلية، يعني بنبدل ايه؟ بنبدل الخدمات التأمينية. ليها راس مال؟ قول لي لا ملهاش راس مال. تهدف الى الربح؟ قول لي لا ما بتهدفش الى الربح. امال مين اللي بيتحمل الخساره؟ قال لي مسؤولين اعضائها هي اللي بيتحملوا الخساره. حلو. طب هي لها كام نوع؟ قال لي انواع منشآت التأمين ليها 3 انواع، ودي بتيجي في الامتحان برضو انواعها. اكتب على انواعها دي مهمه. طب بتيجي ازاي يا دكتور؟ اقول لك. عندي كام نوع؟ قلنا 3. ايه هما؟ منشآت التأمين التعاوني ذات الحصص البحتة، وعندي منشآت تعاوني ذات الاشتراكات المقدمة، وعندي جمعيات الإخوة. يبقى كام حاجة؟ 3. ايه هما؟ منشآت التأمين التعاوني ذات الحصص البحتة. 2 جماعة الإخوة. 3 شركات المقدمة، الاشتراكات المقدمة. تعالى ناخد واحدة واحدة. لما اجي اتكلم عن ذات الحصص البحتة اتكلم عليها ازاي؟ يعني ايه؟ قال لي هي عبارة عن مجموعة من الافراد، كل حاجة هي مجموعة، احنا ما بنشتركش في حاجة واحدة. حلو. قال لي مجموعة من الافراد يشتركون فيما بينهم. حلو. بيشتركوا في ايه؟ قال لي في الخطر المراد تخطيطه. يعني انا النهارده حصل عندي خطر، الجماعه بتاع جماعه البحته دي، الحصص البحته، هم اللي بيتحملوا الخطر. حلو، كلام لذيذ جدا. طب قال لي ايه تاني؟ قال لي عندي ذات الاشتراكات المقدمه. رقم 2 ذات الاشتراكات ايه؟ المقدمه. قال لي هي منشآت من شأنها منشآت تأمين. حلو، عرفته. بص ذات الحصص من حيث اعضائها وكيفيه ايراداتها وتوزيع خساراتها على على الاعضاء. يعني انا النهارده ما بقدرش ان انا اتحمل التامين لوحدي، لا ده انا بقدر ان انا اوزع التامين ده على شركاتي كلهم، ونقدر ان احنا نتحمل الخساره. يبقى عندي كام واحده؟ 2. يجي لي كده في الامتحان يقول لي انواع منشآت التامين، اقول له 3. منشآت ذات حصص بحته، منشآت ذات اشتراكات مقدمه، 3 جماعه الاخوه. البحته هم مجموعه بيشتركوا مع بعض ليغطوا تخطيط الخطر. حلو. ولا يتم التحصيل مقدما، ما بيحطوش في اشتراكات مقدمه. ده بقى اللي بتحط اهي، قال لي بتجمع اشتراكات الاعضاء بشكل دوري مقدما. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي من اسمها كده يا اخي هاتها ذات الاشتراكات المقدمه، يبقى هي اللي بتقدم الاشتراكات مقدم، بتاخد مقدم. طب دي بتاخد مقدم؟ لا. يبقى الحصص البحته ما بتاخدش مقدم. امال مين اللي بتاخد مقدم؟ ذات الاشتراكات المقدمه.
طب تالت واحدة معايا يا صديقي في الله، وهي جماعات الإخوة. عارفين جماعات الإخوة دي زي إيه؟ زي صندوق تكافل وكرامة، هم إخوة مع بعضهم مشتركين. بنعمل حاجة اسمها صندوق، زي صندوق تكافل الاجتماعي، صندوق التضامن الاجتماعي، صندوق الزمالة. دي كلها صناديق بتقدر اللي أنا لا قدر الله في حالة الوفاة أو في حالة العجز أقدر اللي أنا أطلع منه فلوس. يبقى قال لي أنا بص، بتواجه الاخطار الفجائيه زي العجز، زي الشيخوخه، زي الوفاه، او الاخطار الغير الفجائيه زي الاستقاله والتقاعد. لو انت النهارده بتيجي طالع على المعاش او طالع في سن معين وخلاص قعدت، فدي لو انت مشترك في جماعات اسمها جماعات الاخوه، يقول لك انت راجل محترم، تعالى نديك مكافاه تعرف تصرف فيها الفتره اللي باقيه لك. يبقى عندي التامين، منشأة التأمين التعاوني التبادلي نقولها في كلمتين. ايه هي منشأة لا تهدف للربح، الأعضاء بيتبادلون الخدمة التأمينية وليس لها رأس مال، وإن الناس مسؤولية في تحميل الخسارة. لها كم نوع؟ لها 3: منشآت ذات حصص بحتة، منشآت ذات اشتراكات مقدمة، جماعات الإخوة. طب يلا، ذات الحصص البحتة هي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الأفراد بيشاركون في تخطيط الخطر، وقلنا لا يتم تحصيل الاشتراكات مقدما. امال مين اللي بياخد الاشتراكات المقدمه؟ دي منشأة التأمين التعاوني ذات الاشتراكات المقدمه، دي اللي هي تاخد من الاعضاء بشكل مقدم. طب قال لي جماعات الاخوه هي مش زي صندوق تكافل وكرامه، زي صندوق التضامن الاجتماعي، صندوق الزماله، دي كلها بتواجه الاخطار الفجائيه وغير مفاجاه. لو انت لا قدر الله حصل لك مرض او عجز او حاجه فبتقدر تديك حاجه، او انت قدمت استقالتك فبرضه بتقدر تطلع لك. تعالى لتالت واحدة معايا، وهي منشأة التأمين التجاري. بتنقسم كم حاجة؟ تنقسم 3 حاجات: مشروعات فردية، ومشروعات فردية يديرها هيئة، ودي مهمة، الحتة دي مهمة، أو التالتة مشروعات جماعية. كم حاجة يا أصدقائي في الله؟ 3: لا مشروعات فردية، لا مشروعات فردية ذات هيئة وده مهمة، لا إما مشروعات جمعية. تعال ناخد واحدة واحدة. من اسمها كده إيه هي؟ فردية. مين اللي بيديرها؟ فرد ولا أكتر؟ بص، قال لي يديرها أفراد، وهي منتشرة فقط في الدول النامية. يبقى لما يجيلي سؤال في الامتحان ويقول لي منشآت المشروعات الفردية هي منتشرة في الدول النامية، أقول له صح. أو تكلم عن سؤال مقالي ممكن يجي يقول لي مشروعات فردية من ذات منشآت التأمين التجارية، أقول لي هي منشآت فردية يملكها ويرأسها أفراد، وهي منتشرة في الدول اللي على قدها اللي هي النامية. طب مشروعات فردية ذات هيئة، بيديرها هيئة زي جماعة اللويدز، ودي مهمة بتيجي في الامتحان، لها شروط ولها إجراءات، وده هناخدها فيما بعد. يبقى تاني، يبقى منشآت فردية بيديرها هيئة زي جماعة مين؟ زي جماعة اللويدز. طب مشروعات جماعية، قال لي دي أكتر أنواع انتشارا. يبقى لما يجي لي في الامتحان ويقول لي هي أكتر أنواع انتشارا على مستوى العالم ولا مستوى الدولة؟ لا، ده قال لي على مستوى العالم. أقول له المشروعات مين؟ الفردية. يبقى كم حاجة؟ 3: مشروعات فردية دي اللي بيرأسها ويمتلكها أفراد، ودي منتشرة في الدول النامية. طب المشروعات فردية يديرها هيئة زي جماعة اللويدز. طب مشروعات جماعية هي أكثر أنواع انتشارا في العالم. وطبعا عشان هي مشهورة بتنقسم لها حاجتين، قال لي أقسام فنية وأقسام معاونة أو قسم مساعد. ودي ركز عشان دي برضو بتيجي في الامتحان بنسبة 100% ومهمة. يلا، قال لي الأقسام الفنية بتنقسم كم حاجة؟ 3: قسم الإنتاج، حلو، وقسم الاكتتاب، وقسم التعويضات. يبقى كم حاجة يا صديقي؟ 3 حاجات: قسم الإنتاج، قسم الاكتتاب، قسم التعويضات. كل واحدة لازم نعرف هي بتعمل إيه. تعال أقول لك كل واحدة بتعمل إيه. قال لي أول حاجة في قسم الإنتاج ده بيعمل على تسويق الخدمات التأمينية.
يبقى لما يجي لي في الامتحان ويقول لي نقط، هو قسم بيعمل على التسويقات الخدميه، اقول له مين؟ قسم الانتاج. وايه تاني؟ بيبدا في دراسه السوق وبينتهي بطلب مين؟ التامين. يبقى تاني كم حاجه في قسم الانتاج؟ حاجتين. بيعمل ايه؟ بيقوم بتسويق الخدمات التامينيه، وبيعمل ايه؟ وبيبدا في السوق وينتهي بطلب التامين. يبقى ركز، دي بتيجي في الامتحان يجي كده يقول لي هي نقط يقوم بتسويق الخدمات الفنيه الخدمات التامينيه، اقول له مين؟ اداره الانتاج. طب الاكتتاب بيعمل ايه؟ قال لي الاكتتاب بيقوم بفحص طلبات التامين. يبقى لما يجي لي يقول لي يقوم بفحص طلبات التامين، اقول له قسم الاكتتاب. امال مين اللي بيسوق؟ الانتاج. شاطر. طب التعويضات برضو بيحفظ المطالبات، والتاكد من ان الشخص المؤمن له والخطر المعرض ليها. يعني ايه الكلام ده؟ هو انا النهارده لو انا رايح امن على نفسي، حلو، سالتني وقلت لي هو انت عندك مرض مزمن؟ قلت لك وليكن ما عنديش. شركه التامين بتروح تتاكد عن طريق القسم ده هل هو انت فعلا ما عندكش ولا لا. يبقى مين اللي بيفحص الطلبات والتاكيدات؟ هو قسم الاكتتاب. انما اللي بيفحص طلبات التامين هو قسم الاكتتاب، هنا سوري التعويضات. ومين اللي بيسوق؟ قسم الانتاج. طب القسم المعاون بيعمل ايه؟ قال لي القسم المعاون عندي حاجه اسمها الاداره الاكتواريه، ودي ما بتوجدش الا في شركات التامين. لا توجد الاداره الا في شركات مين؟ في شركات التامين بس. طب والاداره الماليه من اسمها كده بس بتعمل تحليل مالي، بقدر ان انا احلل التحليل المالي عن طريق قسم الاداره الماليه. يبقى عندي قسمين في المساعد، قسم اكتواري وده ما بيوجدش الا في شركات التامين، حتى في قسم عندنا في الكليه اسمه جورجيا واكتواري. يبقى ما فيش غير اللي انت بتخصص شركات تامين بس. طب والاداره الماليه بتعمل تحليل مالي. طب والاداره القانونيه من اسمها كده بص بتحط المبادئ والقوانين لعقد التامين. يبقى لما يجي لي في الامتحان ويقول لي نقط، هي بتحط المبادئ والقوانين لوضع القوانين، اقول له القسم مين؟ القانوني. طب بتعمل تحليل مالي، اقول له الاداره الماليه. طب لا توجد الا في شركات التامين، اقول له الاداره الاكتواريه. طب والاداره الاداريه بتعمل ايه؟ بص قال لي الاداره الاداريه هي دي شؤون الموظفين، زي عندنا في الجامعه في شؤون موظفين صح، او اي مكان في شؤون. يبقى لما يجي لي يقول لي شؤون الموظفين اللي بتهتم بالاجور والترقيات والحاجات دي كلها، دي عباره عن الاداره الاداريه. يبقى تاني نلخص اللي احنا خدناه بتاع منشاه التامين التجاري في 3 حاجات. شاطر، قول يلا كم حاجه؟ 3. ايه هم؟ منشاه فرديه يديرها هيئه جماعات. اكتر انواع انتشارا، رد عليا وقول لي هي جماعات، هي زي هيئه الويدز دي فرد ولا فرد يديرها هيئه؟ قول لي ده فرد يديرها هيئه. طب هي اكتر دول ناميه؟ قول لي الافراد. طب بقول لك ايه، هي الجامعات بتنتشر كام حاجه؟ فوق بقى معايا 2. ايه هم؟ فنيه ومساعده. الفنيه كام حاجه؟ 3. انتاج صح، انتاج اكتتاب تعويضات. لما اجي اقول لك هو المسؤول عن تسويق الخدمات التامينيه، شاطر تقول لي الانتاج. طب هو المسؤول بفحص طلبات التامين، تقول لي الاكتتاب. طب هو اللي بيتاكد، قسم التعويضات. طب يلا الاقسام المعاينه اللي هي المساعده كم حاجه؟ 4. القسم الاكتواري وده ما بيوجدش الا في شركات التامين. اللي بعديها الاداره الماليه، وقلنا الاداره الماليه بتعمل ايه؟ تحليل الفلوس، تحليل المال. طب والقانونيه بتقوم بوضع المبادئ القانونيه، والاداريه دي خاصه بشؤون الموظفين. في مشكله يا اصدقائي في الله؟ مفيش اي مشكله. اخر حاجه معايا في المنشآت وهي منشأة التأمين الحكومي. قال لي دي بتتدخل الدولة تفرض إجبارية. يعني التأمين الحكومي دي إجباري ولا اختياري؟ ترد عليا وتقول لي ده إجباري. ليه؟ لأن ده بيمثل في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين المشترك الإجباري. يبقى تاني، منشأة التأمين الحكومي هي منشأة الدولة بتاخد منك فلوس إجباري عشان لما تيجي تطلع على المعاش تلاقي نفسك معاك فلوس. طب ما تيجي نحل شوية أسئلة كده.
كده احنا خلصنا يا صديقي الفصل السادس، كده خلصناه. تعال نحل شويه اسئله عليه. قال لي سؤال رقم واحد بيقول لي ايه؟ يقوم نقط بتسويق الخدمات التأمينية. بص، بيسوق لي الخدمات التأمينية. هو مين؟ قول لي هو قسم الإنتاج. اللي بعده، يقوم نقط بفحص طلبات التأمين ويصنفها حسب درجة الخطورة. قسم مين؟ قسم الطعن والاكتتاب. طب تقوم نقط بتحديد الأسعار العادلة للتأمين، كما أنها لا توجد إلا في شركة التأمين. من غير ما تفكر، الإدارة مين؟ الإدارة الاكتوارية. 4، تقوم بوضع المبادئ القانونية. من غير ما تفكر، هل هي الإدارة الإدارية ولا الإدارة الاكتوارية ولا الإدارة القانونية؟ شاطر، الإدارة مين؟ القانونية. 5، يقوم بفحص التأكيدات. بص، بفحص التأكيدات من أن الشخص المقدم عليه هو الخطر الذي موجود ليه. هو ده قسم مين؟ قسم التعويضات. تهتم نقط بالتعيينات والأجور والمرتبات، دي كلها شؤون الموظفين، وده بتندرج تحت الإدارة الإدارية. تقوم بإعداد التحليل المالي يعني الإدارة المالية. 8، هو نظام تعاوني قلت لك في أول الفيديو. إيه هو؟ التأمين. يبقى هو نظام تعاوني، هو مين؟ التأمين. في مشكلة يا صديقي في الله؟ مفيش أي مشكلة، دي كلها أسئلة تقعد تحلها. دي كلها أسئلة يا صديقي عن الفصل السادس، دي كله أسئلة. بص، حاطط لك 2 مليون سؤال. تعالى بقى للفصل، المفروض ده الفصل الثالث، درس سهل ولذيذ. في فيديو كنت منزله واحنا في المحاضرة كنت قايل ان الفصل ده الثالث، لا، هو الفصل اللي انا نزلته ده الفصل الرابع، ده المفروض الثالث. ولكنك بتعرف اسماء الفصول، انت تحفظ اللي انا نقول لك عليه. ده اسمه القياس الكمي. يبقى احنا المرة اللي فاتت درسنا الفصل الثالث اللي هو كان انواع منشآت التأمين، هو عادي. تعالى بقى نتكلم عن ده. الفصل الثالث ده بيتلخص في كلمتين 2. عاوزك تعرف لي حاجة واحدة، وهي اشتقاق دالة التوزيع لاحتمال الخطر. وده خطواتها دي بتيجي في الامتحان، خطوات اشتقاق دالة التوزيع الاحتمال لكل خطر من الأخطار. ده يا صديقي بس أنا عاوزك تعرف لي حاجتين. الحاجة الأولى دي اللي بتيجي على الفصل بنسبة 100%، والحاجة التانية تحت هنا خطوات إنشاء. بص، خطوات إنشاء فترة الثقة دي أهي. عاوزك تعرف لي خطوات إنشاء فترة الثقة حول متوسط قيمة الخسارة لكل خطر. يبقى عندي كام حاجة أعرفهم في الفصل ده؟ ده الفصل المفروض الرابع، أعرف فيه كام حاجة؟ حاجتين. تعال نقولهم مع بعضنا. الحاجة الأولى، يجي لي سؤال في الامتحان ويقول لي خطوات اشتقاق دالة التوزيع بتتكون من كام حاجة؟ بتتكون من 4 حاجات. يبقى لما يجي يقول لي خطوات اشتقاق دالة التوزيع أقول له بتتكون من كام حاجة؟ 4. إيه هما؟ رقم 1 قال لي بكون جدول تكراري. يبقى رقم 1 بعمل إيه؟ بعمل تكوين جدول تكراري. حلو. 2 بعمل إيه؟ يبقى تاني يا صديقي في الفصل ده عاوزك تعرف حاجتين. الحاجة الأولى هي خطوات اشتقاق دالة التوزيع تتكون من كام حاجة؟ 4. عشان يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي كده تتكون من كام حاجة؟ أقول له تتكون من 4 خطوات. حلو. ينفع اللي أنت تقولهم لي؟ قول لي ده من عيون الاتنين أقولهم لك. أول واحدة بتتكون منها إيه؟ بعمل حاجة اسمها تكوين جدول تكراري. يبقى أول حاجة بعمل إيه؟ تكوين جدول تكراري. برسم جدول كده تكراري. 2، ولما رسمت الجدول كده بكونته بعمل ايه؟ رسم الجدول. يبقى كام حاجة؟ حاجتين، بكون وارسم الجدول. طب رقم 3 بعين مجموعة من التوزيعات التي تحصل للتمثيل البياني. يبقى عندي كام خطوة؟ 3. رقم 1 عملت حاجة اسمها تكوين جدول تكراري، كونت، بعدها برسم جدول تكراري. رقم 3 بعمل تعيين مجموعة من التوزيعات. طب رقم 4 اختيار ذلك التوزيعات الذي يعطي أفضل توفيق.
في مشكله؟ يبقى تتكون من كام حاجه؟ 4. ايه هما؟ هيجي لي في الامتحان ركز. الفصل ده خطوات اشتقاق داله التوزيع. الفصل اصلا بيتكلم عن حاجه اسمها القياس الكمي للخطر، ودي بقدر ان انا اقيسه عن حاجه اسمها الخطوات اللي انا بقيسها عن خطوات اشتقاقه، وخطوات انشاء فتره الثقه بقيسه عن حاجتين دول. يبقى لما يجي لي في الامتحان ويقول لي خطوات الاشتقاق اقول له بتتكون من كام حاجه؟ 4. ايه هما؟ تكوين جدول تكراري. 2. رسم جدول تكراري. بعد ما رسمت وكونت بعين مجموعه من التوزيعات بتختار لي افضل نتائج. يبقى الخطوات اشتقاق كام حاجه؟ بكون جدول تكراري، بعديها برسم الجدول. 3. بعين مجموعه من التوزيعات تختار لي افضل نتائج. طب لو جيت قلت لك تتكون من كام حاجه؟ 4. طب الثانيه، قال لي والله الثانيه اللي هي متوسط قيمه الخساره بحسبها ازاي؟ قال لي من خلال 3. يبقى اللي فوق كانت تتكون من كام؟ 4. دي بتتكون من كام؟ من 3 خطوات. تعرف تقولهم لي؟ اول واحده تقدير القيمه المتوقعه ومتوسط الخساره، بقدر ان انا اتوقع القيمه بتاعتي. 2. تقدير تباين المتوسط، ثم بعد المتوسط باخد الانحراف. طب 3. انشاء فتره ثقه بين ايه وايه؟ بين متوسط القيمه لكل خساره. يبقى رقم 1 بعمل كام خطوه؟ 3. ده المتوسط. ركز، اللي فوق ما كانش المتوسط، ده كان لكل خطر. طب هنا المتوسط بعمله ازاي؟ بحسب تقدير القيمه المتوقعه، بعديها بجيب التباين ثم الانحراف، بعديها بنشئ فتره ثقه بدرجه من 90 الى 99. ده اللي يهمني في الفصل كله. حتى بص الاسئله هتلاقي هم حوالي 8 9 اسئله كده، هم دول اللي بيجوا في الامتحان. تعالى الاسئله. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ قال لي تعتبر نقط هي الخطوه الاولى من خطوات اشتقاق داله التوزيع لكل خطر. اول خطوه قلنا ايه هي؟ برسم ولا بكون؟ بص، واحد قاعد دلوقتي يقول لي انا مش فاكر انت قلت ايه. بص اهي لسه قايلها لك. اول خطوه بص بعمل ايه؟ تكوين جدول تكرار، ما برسمش. بص شفت سهله ازاي؟ ده السؤال اللي بيجي عليها. يبقى اول حاجه بعمل تكوين جدول تكرار. شكرا. رقم 2 تعتبر نقط الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه من خطوات اشتقاق داله التوزيع لكل خطر. اول واحده قلت لك بكون، تاني واحده برسم جدول تكراري. يبقى تاني خطوه ايه؟ برسم جدول تكراري. ده كل الاسئله اللي ممكن تيجي عليها. سؤال رقم 3 بص كلام تافه. تعتبر نقط هي الخطوه الثالثه. الخطوه الاولى بكون، الخطوه الثانيه برسم، الخطوه الثالثه بعمل ايه؟ بعين مجموعه من التوزيعات عشان تمثل لي. طب الخطوه الرابعه لازم يجي يسالك، هم 4 خطوات لازم يجي يسالك فيهم. بص الخطوه الرابعه بعمل ايه؟ بعد ما كونت رسمت عينت، اذا بختار التوزيع الافضل ليا. شفت بحفظها ازاي؟ بعد ما كونت رسمت بختار توزيعات واختار افضل توزيع. طب يلا السؤال اللي بعديه. يتم اشتقاق دالة التوزيع لكل خطر من كام حاجة؟ لكل خطر قلت لك من 4. طب تعتبر هي الخطوة الأولى من فترة الثقة حول المتوسط. بص حول المتوسط. واحد دلوقتي يقول لي أنا مش فاكر إيه المتوسط دي. بص أهي أول خطوة كان إيه؟ أهي لسه قايلها لك أهي بص أهي تقدير القيمة المتوقعة. بص تقدير القيمة المتوقعة أهي. يبقى أول خطوة بعمل إيه؟ بقدر القيمة المتوقعة للخسارة. بص هيجي يسألنا عن الخطوة الثانية. تعتبر نقط الخطوة الثانية. قلت لك الخطوة الثانية بعمل إيه؟ بقدر التباين ثم الانحراف ثم المتوسط. طب الخطوة الثالثة إنشاء فترة ثقة بتتراوح بين 90 إلى 95، من 95 ل 99. يبقى كم خطوة عندي؟ هما 3. إيه هما؟ أول واحدة تقدير القيمة المتوقعة، 2 تقدير التباين، 3 بنشئ فترة ثقة. دي إيه؟ دي المتوسط، إنما كل خطر 4. يتم إنشاء فترة الثقة أهي من غير ما أشوف. فترة الثقة بتتكون من كم واحدة؟ لسه قايلين 3.
هي النطاق اللي تتحرك فيه النتائج باحتماليه، دي بختار ايه؟ كل ما سبق. في مشكله يا اصدقائي في الله؟ ده الفصل وكل الاسئله اللي بتيجي عليه سهله ولا صعبه؟ اهم حاجه تعرف لي الحتتين دولك. ده كده في الفصل التالت. كده يا صديقي الفصول اللي معاك بالترتيب، شرحت لك الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث اهو، والفصل الرابع في محاضره انا كنت قايل في الفصل الثالث. فكك من الفصول عادي، احفظ كده الاول الثاني الثالث الرابع السادس، كده كل الفصول معاك يا صديقي. ابدأ حل واحفظ كل حاجة لوحديها، والأسئلة اللي معاك مهمة جدا جدا جدا. أشوفكم بإذن الله في المحاضرة الجاية يا صديقي في الله. كان معاكم أستاذ حسن أشرف.